القطط السوداء شكلها عادي، بس ليها تاريخ غامض ومرعب في كل الثقافات تقريبا. في ناس بتقول انها رمز للحظ السيء، وناس تانية بتقول انها بوابة للعالم الاخر. في العالم الاسلامي مشهور ان الجن بيتشكل احيانا في هيئة حيوانات، اشهرهم الكلب الاسود والتعبان، وخصوصا القطة السوداء. القطط مخلوقات غامضة بطبيعتها، تمشي في الظل، تتحرك في صمت، تشوف في الضلمة، وحتى في الحديث الشريف إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني القطط بتشوف وتلاحظ أكتر من ما احنا متخيلين أصلا. العلم بيقول إن القطط سمعها وبصرها أقوى من البشر، بس التراث الشعبي بيقول أكتر من كده. القطط بتشوف الكائنات الخفية والجن. لو لقيت قطتك قاعدة تبص في زاوية فاضية لفترة طويلة، أو بتنفخ وتتراجع من غير سبب، ممكن تكون شايفة حاجة انت مش شايفها. في كتب السحر القديمة كانوا بيستخدموا القطط السوداء في الطقوس، وكان في اعتقاد ان روح القطة بتتلبس او انها بتكون وسيط بين الساحر والجن. وفي بعض الطقوس الشيطانية بيتقال ان تقديم قطة سوداء كقربان. في اوروبا زمان كانوا بيعتقدوا ان لو قطة سوداء عدت من قدامك يبقى الموت قريب منك. وفي بعض القرى القديمة كانوا بيقتلوا القطط السوداء خوفا من انها تحمل لعنة او تكون شيطان متنكر. طيب، هل القطط السوداء مرعبة؟ اكيد لا، في قطط بريئة تماما، لكن في نفس الوقت في حاجات بنشوفها وحاجات بنحسها بس مش بنقدر نفسرها. فلو لقيت قطة سوداء ظهرت قدام بيتك من غير سبب وقعدت تبصلك بعينيها الصفرة اللي مش بترمش، فكر مرتين قبل ما تفتح الباب. مش كل قطة بتبقى قطة.